صلاة الليلة العاشرة من شهر رمضان الخير، وهي مجربة لزيادة الرزق، وهي هذه الليلة إن شاء الله أجر هذه الصلاة عند الله كما تقول الرواية، وكان من الفائزين. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى صلاة الليلة العاشرة من شهر رمضان وسع الله تعالى عليه رزقه وكان من الفائزين. من صلى صلاة هذه الليلة، كيفية هذه الصلاة: الصلاة 20 ركعة، يعني مثل صلاة الصبح 10 مرات، كأنما صلى صلاة الصبح 10 مرات. تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، و30 مرة سورة التوحيد قل هو الله أحد، وتقدر تفرق ما بين الركعات، يعني كل 10 دقائق كل ربع ساعة صليك ركعتين. وكذلك بإمكانك أن تصلي هذه الصلاة وأنت جالس، ماكو إشكال. والصلاة تصلى ركعتين ركعتين، يعني مثل صلاة الصبح 10 مرات، كل ركعتين فيها نية، تقول نويت أن أصلي صلاة الليل العاشرة من شهر رمضان قربة إلى الله، تكبر تقرأ تشهد وتسلم. وكذلك باقي الركعات. وقت هذه الصلاة من بعد صلاة العشاء وينتهي ما قبل الفجر، فلا تقصروا من صلاة الليل العاشرة من شهر رمضان. جزاكم الله خير جزاء المحسنين، ونسأل من الله عز وجل أن يوفقنا لصيامه وقيامه بجاه محمد وآل محمد. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.